Lionel Messi. Can he give Argentina the lead? Oh, he's missed! بكى ميسي فاهتزت الأرجنتين حزنا لمصابها. مصاب لم يأتي وحيدا بفقدان كأس أخرى أضيفت لما ضاع من يد أرجنتينية على مدار 23 سنة مضت، بل أقرنه ليونيل ميسي بتصريح وضع فيه نقطة نهاية للواجب الوطني. كلمتان مقتضبتان، لكن أثرهما لم يأخذ وقتا طويلا كي ينتقل من قارة لأخرى. الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري سارع بالنيابة عن شعبه إلى مطالبة ميسي بعدم الاعتزال والاستماع لتلك الانتقادات التي دائما ما تطاله. أما الأسطورة المثيرة للجدل دييغو أرماندو مارادونا فلم ينأ بنفسه عما يدور، ترك خلاف من الأفضل جانبا وبدأ حربا دفاعية عن ميسي. قال فيها: يجب أن يقود ميسي المنتخب الوطني لأنه لا يزال قادرا على العطاء، وأمامه فرصة في روسيا ليكون بطلا للعالم. ميسي تم إهماله وتركوه وحيدا، ولا أريد التخلي عنه، لذا أريد التحدث إليه وتشجيعه. وعلى اعتبار أن من اعتزل هو ميسي، فمن الطبيعي أن تخرج ألوف أرجنتينية لحثه على العودة عن قراره. ميسي: إذا أردت اللعب في جهنم فسأموت من أجل رؤيتك. هذا ما كتب من أجل عيون الليو، وهذا ما طالبوا به. نمتلك أفضل لاعب في العالم، وعدم رؤيته خسارة كبيرة لنا وللجميع. لا يمكنني أن أتخيل ذلك. نحن هنا لتشجيعه لأننا معه، لا يهم أي قرار سيتخذه، نحن معه. مهما كانت تبعات القرار بالاستمرار أو التراجع عنه، فإنما هو مؤكد بأن دمعة ميسي لم تنزل على وجهه فقط، بل أبكت بلدا بأكمله.